مصر السوشيال ميديا ما بقتش مجرد مكان بنتواصل فيه أو بنشوف صور بعض. لا، دي بقت ساحة معركة حقيقية بيتحدد فيها شكل مستقبل الحوار العام في البلد. عشان بس نتخيل حجم الموضوع، سنة 2020 لوحدها كان في 42 مليون مصري بيستخدموا السوشيال ميديا. رقم ضخم جدا طبعا، وده معناه إن منصات زي فيسبوك بقت هي المسرح الرئيسي اللي بتحصل عليه كل النقاشات المهمة في البلد. وفي حقوقي وهو محمد لطفي لخص الموضوع ده في جملة عبقرية. قال إن السوشيال ميديا دي مش مجرد تواصل، لأ، دي جبهة المعركة الإعلامية اللي بيتحدد فيها مين بيكسب ومين بيخسر قلوب وعقول الناس. طيب، عشان نفهم الصورة الكاملة للمعركة دي هنمشي مع بعض في كام نقطة. الأول هنتكلم عن جبهة المعركة الرقمية، وبعدين نشوف جانب المقاومة والمخاطرة، والناحية التانية خالص جانب الأمن والخدمة، وفي الآخر هنجمع الخيوط دي كلها ونشوف إزاي الموضوع ده فعلا سلاح ذو حدين. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول، المقاومة والمخاطرة. هنا هنتكلم عن إزاي السوشيال ميديا بقت بالنسبة لناس كتير هي المساحة الأخيرة، يعني آخر مكان ممكن يعبروا فيه عن رأيهم بحرية في ظل مناخ عام بيضيق يوم عن يوم. ولو رجعنا بالزمن لورا شوية هنلاقي إن السوشيال ميديا ليها تاريخ قوي في مصر، كان ليها دور أساسي في تنسيق ثورة 2011، وهي برضو اللي كانت الشرارة اللي بدأت احتجاجات 2019 لما مقاول نزل فيديوهات على فيسبوك. ومع كل القيود اللي على الإعلام التقليدي والمساحات العامة، في حقوقيين كتير شايفين إن السوشيال ميديا زي ما بيقول جمال عيد خلاص بقت هي الوسيلة الأساسية للمقاومة المتاحة حالياً. بس طبعا كل فعل له رد فعل. الدولة بدأت ترد وبقوة، والخط الزمني ده بيورينا إزاي الموضوع تصاعد مع السنين. بدأنا في 2014 بخطط للمراقبة، وفي 2017 شفنا حجب لأكتر من 500 موقع، لحد ما وصلنا لقوانين 2018 اللي خلت أي حساب عليه أكتر من 5000 متابع كأنه وسيلة إعلام، وشرعت المراقبة بشكل جماعي. الوضع ده طبعا خلق مخاطر حقيقية جدا على أي حد صوته عالي، خصوصا المدافعين عن حقوق الإنسان. بنتكلم هنا عن اعتقالات بتهم زي نشر أخبار كاذبة، اختفاء قسري، حملات تشويه ممنهدة على الإنترنت، وكمان الموضوع بيوصل لاعتداءات جسدية وتهديدات لأهاليهم، ده غير طبعا محاولات سرقة حساباتهم نفسها. النتيجة النهائية لكل ده مناخ عام من الخوف. الجملة دي لمحمد زارع بتلخص كل حاجة، وبصراحة هي جملة مرعبة. في النهاية لا أحد آمن في مصر، يعني مهما حاولت تاخد احتياطاتك الخطر موجود وكبير. طيب، هل دي هي كل القصة؟ يعني هل السوشيال ميديا في مصر هي بس ساحة للمعارضة والقمع؟ لا، المثير للاهتمام بجد إن في قصة تانية خالص بتحصل على نفس الشاشات دي وفي نفس اللحظة. وهنا نيجي للقسم الثاني، الأمن والخدمة. خلينا نبص بقى على الوجه الآخر للشاشة، الرؤية الرسمية والذراع الرقمي للدولة، وإزاي بيستخدموا نفس الأدوات دي. صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك هي أكبر مثال على ده. الصفحة دي اتحولت في السنين الأخيرة من مجرد مكان بينزلوا فيه أخبار وبيانات لمنصة تفاعلية ضخمة لمكافحة الجريمة وكمان لتقديم خدمات للمواطنين. طب السيستم ده بيشتغل إزاي؟ بقى واضح جدا، مواطن بيصور فيديو الجريمة أو مخالفة وينشره على السوشيال ميديا، فريق الميديا في الوزارة بيشوف الفيديو يتأكد منه ويحدد مكانه، الشرطة بتتحرك فوراً، وفي خلال ساعات بينزل بوست رسمي على الصفحة بالقبض على المتهمين وغالباً بالصور كمان. السرعة والشفافية في الرد دي خلقت حالة جديدة عند الناس، لدرجة إنهم لخصوها في شعار بقى مشهور جدا ومنتشر على الصفحة: اللي هيغلط هيتجاب. والنجاح ده مش مجرد كلام، ده بالأرقام. صفحة وزارة الداخلية بقت تاني أقوى صفحة حكومية على فيسبوك في العالم كله من حيث الأداء والتفاعل، بعد صفحة البيت الأبيض الأمريكي على طول. إنجاز مذهل طبعا. والموضوع مش بس مكافحة جريمة، الصفحة بقت بتستخدم كمان في الرد الفوري على الشائعات والأخبار الكذب، والإعلان عن خدمات حكومية جديدة زي استخراج البطايق والرخص إلكترونياً، وطبعاً الإعلان عن عمليات كبيرة ضد تجار المخدرات والمجرمين. كل ده بنى نوع جديد من الثقة بسبب سرعة الاستجابة. وهنا بقى لازم نقف، لأن النقطة الجوهرية اللي بتلخص كل حاجة هي إن الواقعين دول، قصة المقاومة وقصة الأمن، الاتنين موجودين في نفس الوقت وبيحصلوا على نفس المنصات، وده اللي بيخلي السوشيال ميديا في مصر فعلا سلاح ذو حدين. يعني من ناحية هي أداة حيوية للنشطاء، آخر مساحة مفتوحة للمعارضة وكشف أي انتهاكات، ومن ناحية تانية خالص هي أداة قوية جدا لسيطرة الدولة، آلية للمراقبة الجماعية ونشر الدعاية، وأحيانا كمان أداة للاعتقالات. الفكرة إن نفس الشاشة اللي ممكن نشوف عليها بوست لناشط حقوقي بيطالب بالعدالة، بعديها بثواني ممكن نلاقي عليها بيان من الشرطة عن القبض على حد تاني، وده بيخلق حالة من التوتر العميق اللي محدش عارف هينتهي على إيه.
وده في النهاية بيسيبنا قدام سؤال أخير وحاسم، سؤال مش بس عن مصر لكن عن العالم كله في العصر الرقمي اللي احنا عايشين فيه. لما الميدان العام اللي الناس بتتناقش فيه يبقى مجرد شاشة ديجيتال، مين بالظبط اللي بيقدر يسيطر على الحكاية؟